عليكم حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم نوجة. ان شاء الله هنعمل النهارده اكله جديده. انا اول مره اعملها معاكم على القناه. هي صينيه السمك. معايا سمك ماكريل. بس السمك الماكريل ده يا جماعه انا بره البلد في سلطنه عمان، هو شكله كده. تمام. ومعايا دقه الثوم بالفلفل الحراق والفلفل الرومي والكرفس، ملح وليمون وخل وشطه وكمون. تمام. ومعايا هنا هو ليمون وفلفل حراق، طماطم، فلفل رومي، كرفس. اساس الاكله دي هي الكرفس. تمام. خليكم معايا بقى. وطبعا ما ننساش اللي هناخد ربع كوبايه زيت وشويه خل. بس كده. وطبعا التوابل اللي احنا بنحطها اللي هي ملح وكمون وشطه، بس انا مش هحط الحاجات دي عشان انا حاطه في الدقه كفايه. تعالوا معانا بقى نشوف الطريقه ازاي. بس حبايبي هنبتدي نخلل السمك، نحط له الحاجه بتاعته. نجيب الطاسه دي، الطاسه اللي هنعمل فيها. بسم الله. عايزه اقول لكم حاجه الاول هنعملها. هناخد الخليط ده كله كده، الخليط ده فضيه هنا في صينيه كده. تمام. وهنجيب عليه دقه الثوم بالخل بالليمون، ونحط شويه كده ونقلبهم كويس جدا عشان تبقى كل الخليط اللي في الصينيه متشبع بالثوم والخل والليمون والدقه بتاعته كده، وتبقى جميل جدا. طبعا انا هنا اهو احط شويه هنا في الطاسه اللي انا هعمل فيها او الصينيه كده. تمام. والسمك اللي انا بخلله احط فيه في قلبيه من جوه اللي هو الثوم بالكرفس الخليط اللي انا عملته اللي هو الطماطم والخيار هو في ايه، الطماطم والكرفس والفلفل. ونرص كده. بسم الله. صلوا على النبي حبايب قلبي. صينيه السمك دي من اروع صواني السمك اللي انا بعملها في حياتي. انا ما بعملش طبعا صواني سمك تانية، في نوع سمك تاني اللي هو البوري بيبقى حلو جدا. بيبقى جميل جدا. بيتعمل بقى بس بطريقه تانية، هبقى اعمله معاكم ان شاء الله. الصينيه دي يا جماعه ما بتاخدش وقت خالص على النار، وبتبقى روعه روعه في الاكل، تحفه. طبعا مش جايبه سمك كتير. انا كنت فاكره ان هما الثلاث سمكات دول هيطلعوا كتير، طلعوا قليلين للاسف. مفيش زي السمك المصري بتاعنا الماكريل ده، الواحده كده تملى العين. الله الله الله. اهو يا حبايبي، شايفين كده. طبعا الخليط اللي انا عملته ده اهو هيتحط هنا عليه على الوش. هتقولي مش كتير يا نوجة، اقول لكم والله على فكره مش هيطلع كتير، لان كل ده بيدوب في السوا. عارفين يا جماعه انا بعمل صينيه السمك دي عشان الخليط دوت، احب اغمزه جدا. اجيب طماطم تاني، اقطع طماطمايه تانيه. نحط نص ليمونه، عشان انا حاطه ليمون في الدقه، مش هحط ليمون كتير عشان ما يلمنش. احط شويه ملح صغيرين، رشه كده عشان الطماطم اللي انا قطعتها دي. واحط رشه كمون.
الله الله الله. نقطة خل مش كتير. ليه حطيت نقطة خل مع ان انا قايله لكم احطوا شوية خل؟ عشان انا حاطة في الدقة خل. تمام. وهنحط شوية زيت حلوين كده. وهناخد نقطة تومة كده نحطها على الوش كده. ادي صينية السمك خلصت معانا. ايه رأيكم؟ هنحطها على النار ونغطيها، بس اول ما هتبتدي تنزل المية بتاعتها نرفع الغطا عشان تنشف شوية. بس يا حبايبي صينية السمك. استنونا بقى لغاية لما تبتدي تستوي اوريكم الشكل في الاخر شكلها عامل ازاي. يا سلام على صينية السمك الرائعة. ايه رأيكم بقى؟ بصوا بقى الجمال. الله الله. ندوق بسم الله. حاجة كده لوز اللوز. جربوها بالطريقة دي، ولو ما عجبتكوش قولوا نجا ما تعرفش حاجة. الاكلة دي جميلة جدا يا جماعة، وخفيفة جدا حتى في الصيف بتبقى حلوة جدا، وهي اساسا من اكلات الصيف، بس احنا كتير بنعملها في الشتاء، تحسي كده بتدي طاقة كده. هوريكم بقى، اطلع لكم السمكية كده في طبق وتشوفوها. تمام. بصوا حبايبي، شايفين السمكية من جوه عاملة ازاي؟ بصوا بصوا من جوه عاملة ازاي. دي اكلة السمك بتاعتنا النهاردة. ان عجبتكم يا رب هتعجبكم جدا ان شاء الله. ما تنسوش بقى تدعموني بلايك وتدوسوا اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. سلام عليكم حبايب قلبي.